من مفاسد الجوالات المراسلات المحرمة. المراسلات، وما أدراكم ما المراسلات بين الشباب والشابات وبين الرجال والنساء. هذه المراسلات التي يبررها بعض الناس بقوله تعارف شريف، نحن نتعارف تعارف شريف. ايش من تعارف شريف؟ بتلك الرسالات التي فيها الحب والغرام والعشق والهيام، رسائل يندى لها الجبين، رسائل فيها التهييج على فعل الزنا والفاحشة والعياذ بالله. فيا معاشر الشباب اتقوا الله في هذه الرسائل. يا معاشر الشباب لا تفسدوا أنفسكم بهذه الرسائل، لا تفسدوا أنفسكم ولا تفسدوا بنات المسلمين بهذه الرسائل. واعلموا أن معكم أعراض، اعلموا أن معكم أعراض، وكما تدين تدان. المسألة دين والجزاء من جنس العمل، وكما تفعل بأعراض المسلمين ربما يفعل بعرضك. ونقول لبنات المسلمين اتقين الله جل وعلا في مسألة المراسلات المحرمة، واعلمنا أن أعراضكن أغلى شيء لديكن، فلا تفرطن في هذه الأعراض بالسماح لهذه الذئاب البشرية بانتهاكها. وأنتم يا معاشر الآباء والأمهات راقبوا أبناءكم وبناتكم في مثل هذه المراسلات. انظروا إلى صندوق الوارد، وانظروا إلى الرسائل المرسلة، راقبوهم في ذلك وحذروهم إن وجدتم شيئا من ذلك. يا قوم، الآن هناك برامج للمراسلات بين الشباب والشابات سهلت الحصول على شاب لكي يحب أو على شابة لكي تحب. هناك بطاقة مكتب فيها 300 رسالة. ترى بعض الشباب يقول 300 رسالة كثيرة، أريد أن أكملها قبل أن ينتهي وقتها. يراسل فلانة أو هي تراسل فلانا. نتكلم عن أشياء واقعية، نتكلم عن أمور حاصلة. فيا معاشر الآباء وإلى الأمهات نقول راقبوا جوالات أبنائكم وبناتكم في مثل هذه المراسلات، لا سيما البنات. البنات مسكينات يعجبهن الثناء ويغرهن المدح، كما قالوا غروها بقولهم حسناء. والغانيات يعجبهن الثناء، تلقى ذلك الذئب البشري والوحش الكاسر يرسل إليها رسالة أنا أحبك وأنت كذا وكذا وكذا، ويمدحها بما ليس فيها، هو لم يرها أصلا، وربما كانت من أقبح البنات، لكنه يمدحها لأنه يعرف أنها ستكون صيدا له وفريسة تحب المدح والثناء، ويواعدها بالزواج وهو كذاب، لا يريد الزواج بها، يريد أن يقضي معها وقتا وأن يقضي بها وطرا. فإذا قدر عليها وانتهك عرضها واستباح شرفها انتقل إلى فريسة أخرى. كما هو شأن الذئاب الحيوانية، إذا دخل الذئب إلى زريبة غنم يبقر بطن هذا ويبقر بطن هذا وبطن هذا وبطن هذا ويأكل غنمة واحدة، وقد مر على غنم بقر بطونها وخدش هذا ويحظى بواحدة يأكل منها، ما يأكلها كلها، يأكل منها ويمشي. وهذا هو الذئب البشري. الذئب البشري يراسل هذا ويراسل هذا ويواعد هذا ويواعد هذا، وبعد مواعيد متكررة يحظى بلقياها في مكان فيزني بها، ثم يقول لها اذهبي صدقت أني سأتزوج بك،
صدقت أني سأتزوج بك اذهبي إلى مثلك. هذا هو حال كثير أو بعض الشباب الذين يراسلون البنات. فيا عباد الله، كم أفسدت هذه المراسلات شبابنا وبناتنا، كم أفسدتهم يا عباد الله، كم جعلت بعض البنات وكذلك بعض الشباب يمرضون، والله يمرضون. لو تقرأ كلام ابن القيم رحمه الله في مسألة الحب والعشق تجد أمرا عجبا. أناس يمرضون ويموتون بسبب الحب والعشق. هناك الآن دعوة صارخة من أعداء الإسلام من اليهود والنصارى أنه لا بد على الشباب والشابات تعارف ورسائل وحب شريف وصادق. ايش من حب شريف وصادق؟ هذه خطط يهودية ونصرانية لإفساد شبابنا وبناتنا. كما سمعتم بعض الشباب والبنات يمرضون بسبب هذه المراسلات وينحلون وتصيبهم الهموم والغموم والحالة النفسية وربما ينتحرون بسبب هذه المراسلات. وهناك قصص واقعية كثيرة على ذلك. أنا أريد أن أضع 3 أسئلة في ذهن وبال كل والد ووالدة وأخ كبير. السؤال الأول أقول فيه: لماذا يختلي ولدك أو بنتك بالجوال في غرفة مغلقة أو في مكان معزول لوقت طويل؟ علامة استفهام. السؤال الثاني: لماذا يتصل أو يراسل ابنك أو بنتك في وقت متأخر من الليل؟ علامة استفهام. السؤال الثالث: لماذا يحرص الولد أو البنت على وضع رمز سري على الجوال؟ رمز سري على الجوال، يحرص على وضع رمز سري على الجوال. قد يقول قائل: حتى لا يلعب بالجوال وحتى لا يعطل الجوال من قبل الأولاد. طيب، لكن في مثل سن الشباب وفي مثل هذا العمر الذي يغلب على أصحابه الميل إلى النظر إلى الحرام وإلى المراسلات والعلاقات المحرمة، لا بد وإن فعل رمزا سريا أن تفتح هذا الرمز وتنظر. هذه أسئلة لا بد أن تكون في خلد كل أب وفي خلد كل أم وفي خلد كل أخ كبير، حرصا منهم على هذا الولد وعلى هذه البنت.